هل للقاتل والزاني توبة؟ والجواب نعم، نعم بدون مقدمات، نعم نعم. قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. اللهم ارزقنا وإياكم التوحيد. خلي بال حضرتك من صفات عباد الرحمن الجميلة دي. قال الله في حقهم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. الله، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله، خلي بالك، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ايه الكرم ده؟ ما هذا الفضل؟ ما هذا الكرم؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب وآمن. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل التوبة والإيمان. اللهم تب علينا لنتوب إليك. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. يا له من فضل ومن كرم. وقال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الله جل وعلا ينسب المسرفين على أنفسهم له فيجعلهم تبارك وتعالى عبادا له. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال ربنا سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا هو الذنب الوحيد الذي لا يغفر، ألا هو الشرك الكفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حتى المشرك إن تاب الله عليه. كيف يتوب المشرك؟ يخلع رداء الشرك على عتبة الإسلام والتوحيد والإيمان ويندم على ما مضى ويشرع بعد ذلك في العمل الصالح. يقبل الله سبحانه وتعالى توبته، بل يفرح الله جل وعلا بأوبته وهو الغني عن العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فأقبل ولا تخف. أقبل يا من وقعت في كبيرة الزنا. أقبل يا من وقعت في كبيرة القتل. أقبل على الله. أقبل ولا تخف. والله العظيم سيفرح ربك بتوبتك إليه. سيفرح ربك جل وعلا بعودتك إليه وهو الغني عن العالمين. لا تيأس أبدا، لا تقنط أبدا، ما تخافش ما دمت توحد الله سبحانه وتعالى، ما دمت تتبع الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذنبت يا أخي، أنت بشر أنا بشر، لسنا ملائكة مقربين، لسنا شياطين مردة، بل نفوس بشرية فيها الإقبال والإحجام، فيها الخير والشر، فيها الحلال والحرام، فيها الطاعة والمعصية، فيها الفجور والتقوى، فيها البعد والقرب. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فزك النفس بالتوبة، بالتوبة. ما تقوليش ده أنا وقعت في كبيرة.
ده أنا وقعت في كبيرة الزنا، ده أنا وقعت في كبيرة القتل، ده أنا وقعت في... ما تقوليش كده. الله جل وعلا أكرم وأجل من أن تطرق بابه وأن يغلق الباب في وجهك أبدا. أقبل عليه ولا تخف، لا تيأس أبدا ولا تقنط أبدا من رحمة الله تبارك وتعالى. مش هدخلك في خلاف للعلماء في الجواب على هذا السؤال، لأن بين يدي كلام ربي أوضح من الشمس في ضحاها ومن النهار إذا جلاها، وبين يدي كلام نبي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ها أنت أيها الحبيب اللبيب قد استمعت إلى شيء من كتاب الله تبارك وتعالى كأدلة واضحة ناصعة على أن الله جل وعلا لا يغلق باب التوبة في وجه من أقبل إليه تائبا ما دام يتوب إلى الله قبل أن يغرغر وقبل أن تطلع الشمس من مغربها. وسأتحدث عن هذه العلامة بالتفصيل إن شاء الملك الجليل. وتراجع العلماء الربانيين قبل أن تتكلم كلمة وقبل أن تخطو على طريق العمل لدين الله خطوة. خاطب واسأل واستفت العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، لأن الحماس وحده لا يكفي، ولأن الإخلاص وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضوابط الشرع بالقرآن والسنة. ثم اعمل صالحا، خلاص تمت التوبة بفضل الله تبارك وتعالى. لو كان الذنب متعلقا بآدمي بأخ من إخوانك فعليك أن تجتهد في أن ترد هذا الحق لأهله. لكن أنا أتساءل كيف يذهب من وقع في كبيرة الزنا إلى من ارتكب في حق هذه الكبيرة ليقول له بأنه فعل كذا وكذا؟ لا يستطيع، لا يستطيع ما لم يبلغ أمره إلى ولي الأمر وما لم يقم عليه حد الله تبارك وتعالى، فما عليه فقط إلا أن يجدد التوبة والأوبة وأن يبكي دما بدل الدمع وأن يجتهد في العمل الصالح وفي الطاعة حتى يرضى ربه تبارك وتعالى عنه. اسمع إلى هذه البشريات. أنا ذكرت لحضرتك بعض الأدلة من القرآن، خذ بعض الأدلة من السنة. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: أذنب عبد ذنبا وأنا ذلكم العبد، أسأل الله أن يتوب علي لأتوب إليه وأن يتوب علينا جميعا لنتوب إليه. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: أذنب عبد ذنبا، فقال أي العبد أي رب اغفر لي ذنبي، وإلا فأين يذهب المذنب الحقير العاصي إلا إلى الرحمن الرحيم جل وعلا؟ يا رب إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن ذا الذي يرجو ويدعو الآثم. أين يذهب المذنب مثلي إلا إلى الله الحليم الرحمن الرحيم المنان جل وعلا؟ وأين يذهب الفقير مثلي إلا إلى الغني؟ وأين يذهب الذليل مثلي إلا إلى العزيز تبارك وتعالى؟ أين المفر؟ فأين تذهبون؟ لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه، فالأرض أرضه والسماء سماؤه والملك ملكه تبارك وتعالى. أذنب عبد ذنبا، فقال أي العبد أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله عز وجل، خلي بال حضرتك، قال الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. الله، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب، ما هو عبد، الرب رب والعبد عبد، الرب رب والعبد عبد. ثم عاد العبد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي، تاني، أيوة، تاني وثالث و30 و3000. فقال أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. اسمع، قال الله: فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. الله،
يا الله يا الله. الواحد بيسعد قوي أنه عبد لهذا الإله الكريم. والله تشعر بالعزة والسعادة والحب. والذين آمنوا أشد حبا لله، أنك عبد لإله كريم، للرحيم الحنان المنان اللطيف سبحانه وتعالى. إن الله تعالى جعل الرحمة 100 جزء، 100 جزء. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة: فأنزل إلى الأرض جزءا واحدا أمسك عنده 99 جزءا جل جلاله، وأنزل إلى الأرض جزءا واحدا. خلي بالك ده كلام في غاية الروعة، كلام سيدنا النبي كله نور. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى جعل الرحمة 100 جزء فأمسك عنده جل جلاله 99 جزءا، وأنزل إلى الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترى الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. يا الله، تصور جزء واحد إلى الأرض فيه رحمة النبي محمد، رحمة الأم بولدها، رحمة الوالد بولده، رحمة. التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها. أكررها 3، ما تخافش، بس بشرط أن تصدق مع الله سبحانه وتعالى. طب يا شيخ أنا تبت لكن ساعات بضعف. جدد التوبة والأوبة، واعلم بأن الله لا يمل حتى تمل، واعلم بأن الله لا يمل حتى تمل. ما فيش ليلة لا تمضي علينا ليلة إلا وتنزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تعطل صفة من صفات الحق، ولا تكيف صفة من صفات الحق، ولا تشبه صفة للخالق بصفة للمخلوق. جل ربنا عن الشبيه وعن النظير وعن المثيل وعن الكفء جل جلاله. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته مقهور بجلال قبضته. فالاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. كل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك. يتنزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول جل جلاله: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ودي علامة كبرى من العلامات اللي هتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الملك الجليل. يعني اللي ارتكب كبيرة الزنا وأراد أن يتوب إلى الله فندم وأقلع عن الذنب وعمل صالحا، يقبله الله نعم بموعوده جل جلاله.